تخيل ان ام بنتها تختفي وهي ولا تبلغ البوليس ولا تدور عليها ولا حتى يبان عليها الصبر. في اغسطس 2005 تتولد بنت اسمها كايلي انتوني في ولايه فلوريدا. امها كان اسمها كيسي انتوني، ولكن ابوها كان فيه غموض حوالين هويته، ويحصل توتر جامد بين الام والجد والجده، ولكن على الرغم من كده محدش يعرف. الموضوع يبقى عباره عن بنت بتتربى في وسط عيلتها اللي هي امها وجدها وجدتها، وكل حاجه زي الفل و100 تمام، والبنت بتكبر قدام عينيهم لحد 16 يونيو 2008 كيسي تاخد كايلي ويخرجوا، وكيسي تقول لامها وابوها ان هي رايحه لاصحابها هي وكايلي، واللي كان من بينهم حبيبها توني لازارو، ولما ترجع تقول لهم ان كايلي عند المربيه بتاعتها علشان تعرف تركز في حياتها شويه. وفي الفتره دي كيسي كانت بتحضر حفلات عادي، وعملت وشم باسم بيلا فيتا، ودي عباره ايطاليه معناها الحياه جميله، لحد ما عربيه كيسي تبقى مرميه في اورلاندو والبوليس طبيعي انه يسحبها. بعدها البوليس يبلغ الجد والجده بان عربيه كيسي اتسحبت، وبالفعل الجد يروح علشان يستلم عربيه بنته، ولكن لما يدخل الساحه هو ومدير الساحه يشموا ريحه غريبه جدا من شنطه العربيه، وهما الاثنين يوصفوها انها تقريبا ريحه تحلل جثه بشريه. الفكره انهم لما يفتحوا شنطه العربيه يتفاجئوا انها ما فيهاش غير كيس زباله، ولكن في نفس اليوم الجده تخاف جدا على كايلي حفيدتها، وتقول ان اكيد الريحه اللي في العربيه دي ليها علاقه بكايلي، وبالتالي تبلغ مركز الطوارئ ان عربيه بنتها طالع منها ريحه جثه بشريه، وانها ما شافتش حفيدتها لمده 31 يوم، وشك انها هي. ودلوقتي في سؤالين مهمين ولازم ان احنا نجاوب عليه. السؤال الاول وهو البنت فين، والسؤال الثاني ايه القصه الحقيقيه ورا الموضوع. اهلا بيك في قصه جديده في عالم الاجرام. في شنطة عربية كيسي الطب الشرعي يلاقوا آثار مادة الكلوروفورم وبقايا جثة متحللة وخصلة شعر واحدة تتطابق مع الحمض النووي لكايلي فعلا. واكتشف خبراء الحاسوب عمليات بحث غريبة على جهاز الكمبيوتر بتاع العيلة، واللي كانت عبارات زي الاختناق المضمون وكيفية صنع الكلوروفورم. وموضوع البحث ده بيزيد الشكوك حوالين ظنون تخطيط كيسي لقتل بنتها. كمان توني هو واصحابه قالوا بعد كده ان كيسي فعلا كانت بتجيب كايلي معاها اول ما بدأت علاقتهم، ولكنها فجأة بطلت تجيبها معاها. ولما توني يسأل كيسي عن كايلي تقول له انها بتسيبها مع المربيه او جدها وجدتها، لحد ما فجاه بطلت تزوم خالص في شهر يوليو، ودي كانت نفس فتره البلاغ عن اختفاء كايلي. كيسي في وقت التحقيق قالت انها سابت كايلي في شقه المربيه بتاعتها، وانها اكيد هي اللي خطفت بنتها، وتوصف لهم بالفعل كيسي عنوان المربيه. ولما البوليس يروح ويفتش الشقه يلاقوا ان الشقه مهجوره لاكتر من 140 يوم، ولكن البوليس يقدر انه يوصل للمربيه، ولما يتم استجوابها تنكر انها تعرف كيسي او كايلي اصلا، لحد ما تعترف كيسي ان قصتها عن المربيه كانت عباره عن كده، ولكنها فضلت مصرة على انها مش عارفه بنتها فين ولا ايه اللي حصل لها. كمان كيسي برضه تقول للبوليس انها شغاله في استوديوهات يونيفرسال، وعلى الرغم من كدبها اول مره تاخد البوليس استوديوهات يونيفرسال ويطلبوا منها توريهم مكتبها، لكن وهم جوه المبنى تقف فجاه وتقول لهم انا مش شغاله هنا، ويتم القبض عليها. يتم اكتشاف ان كيسي خدت اجازه امومه من 3 سنين من استوديوهات يونيفرسال، ويتم توجيه لكيسي تهم الاعتراف بتصريحات كاذبه واهمال طفل وعرقله تحقيق جنائي. وفي 22 يوليو 2008 تحصل جلسه تحديد كفاله لكيسي، ويحدد القاضي مبلغ الكفاله $500,000، وبعد شهر يتم الافراج عن كيسي من سجن المقاطعه بعد ما دفع توني باديلا مبلغ الكفاله لكيسي ابن اخو ليونارد باديلا، وهو وكيل الكفالات في ولايه كاليفورنيا. ولما اتسال عن سبب دفعه للكفاله قال ان نفسه هو وابن اخوه انهم يساعدوا كيسي في انها تلاقي بنتها، بس بعد ما تخرج كيسي حشود من الناس تتجمع حوالين بيتها وتعلن غضبها الشديد تجاهها، لان في الوقت ده القضيه دي تتحول لحدث قومي في امريكا كلها، والاعلام يغطي كل تفصيله فيها، والناس تبدا تعتبر ان كيسي هي ام قاتله. وقتها يقرر توني الغاء كفالتها ويرجعها للسجن تاني، ولما يتسال عن السبب يقول ليونارد ان كيسي ما كانتش بتتواصل معاهم اساسا. ولكن تحصل حاجه غريبه. في اغسطس 2008 واحد شغال قارئ عدادات واسمه روي كرونيك يتصل بالبوليس ويبلغ عن جسم غريب لقاه في منطقه قريبه من بيت كيسي انتوني. في المره الاولى لما يجي يبلغ يوجهه مكتب الشريف انه يكلم خط الابلاغ، وده اللي هو عمله، ولكن محدش رد عليه اصلا. وفي المره الثانيه يكلم مكتب الشريف ويقابل في النهايه 2 ضباط شرطه، وبلغهم انه تقريبا اللي شافها دي هي جمجمه. وقتها الضباط يعملوا تفتيش سريع، ولكنهم يقولوا انهم ما لقوش اي حاجه. وفي 5 سبتمبر 2008 كيسي يتم الافراج عنها للمره الثانيه، والجد والجده يدفعوا لها كفاله جميع التهم المتعلقه، ويتم تركيب جهاز تتبع الكتروني ليها. في 14 اكتوبر 2008 تتفتح القضيه تاني، وتوجه هيئه المحلفين لكيسي تهم القتل العمد من الدرجه الاولى، اساءه معامله الاطفال المشدده، القتل غير العمد المشدد لطفل، 4 تهم بتقديم معلومات كاذبه للشرطه، ويتم القبض عليها ويؤمر القاضي بحجزها دون كفاله. ويرفض القاضي تماما الافراج عنها بكفاله، ورده ان كيسي اظهرت استهتار غير طبيعي بطفلتها. ولكن بعد اسبوع
وتسقط النيابة العامة كل تهم إهمال الطفل، لأن تهم الإهمال المفروض إنها كانت مبنية على إن كايلي لسه حية، ودلوقتي ما بقاش في أمل إنهم أصلا يلاقوها عايشة. وفي 28 أكتوبر تقف كيسي قدام المحكمة وتنكر كل التهم، ولكن يتم اكتشاف حاجة تغير مجرى القضية كلها. في 11 ديسمبر 2008 قرر العدادات يكلم البوليس تاني، ولكن المرة دي لما يعملوا التفتيش يلاقوا رفاض طفلة جوه كيس زبالة، وفرقة التحقيق تقدر تلاقي شريط لزق كان متعلق في شعر لازق في الجمجمة، وكمان يلاقوا أنسجة متبقية عليها. وعلى مدار الأربع أيام الجايين يلاقوا عظم كتير في المنطقة القريبة من نفس المكان الأول اللي لقوا فيه رفات الطفلة دي. وفي 19 ديسمبر وبعد تجميع كل العظم الممكن دكتور الطب الشرعي يأكد إن الرفات دي بتاعت جثة كايلي، وتتصنف الوفاة على إنها جريمة قتل، ولكن سبب الوفاة غير محدد. والسبب لعدم تحديد سبب الوفاة هو إن القضية كان عدى عليها 5 شهور، فكانت الجثة من وقت القضية كانت اتحللت وبقت مجرد عظم وبس. وقتها يتم اتهام كيسي بالقتل في ديسمبر 2008، ويتم توجيه تهم رسمية لكيسي تاني، ولكن المرة دي الادعاء كان بيطالب بالإعدام لحد مايو 2011. وبعد مرور حوالي 3 سنين على اختفاء كايلي والقضية تبدأ المحاكمة النهائية. المحاكمة دي فضلت شغالة لمدة 6 أسابيع كاملة. الادعاء قال إن كيسي شابة يائسة، وقتلها لبنتها كانت محاولة إنها تتخلص من مسؤولية الأمومة اللي هي مش قادرة عليها. وادعوا كمان إنها خططت للجريمة بمنتهى الدقة، واستخدمت الكلوروفورم عشان تخدر بنتها، وشريط اللزق علشان تقتلها، وبعد كده ترمي الشنطة اللي فيها جثة بنتها بعد ما قطعتها في الغابة اللي جنب بيتها. ولكن كان في صراع حوالين شريط اللزق ده، لأنهم كانوا شاكين إنها يا إما اتقتلت بالخنق أو بكتم الأنفاس. محامي الدفاع عن كيسي ادعى ان وفاة كايلي مش جريمة قتل عادية، دي عبارة عن حادثة مأساوية حصلت بالغلط، وهي ان البنت الصغيرة وقعت في حمام السباحة بتاع عيلتها وغرقت. كمان اتقال ان الجد نفسه ساعد كيسي في انهم يخفوا جثة البنت علشان يخفوا الحادثة كلها. كمان المحامي قال ان سلوك كيسي المتقلب وكذبها المستمر كان ناتج عن شعورها بذنب هي مش قادرة تتعالج منه، وهو انها تعرضت في طفولتها لاعتداء جنسي من قبل الاب واللي هو جد كايلي. وهاجم المحامي كل أدلة الادعاء وقال انه مفيش ولا دليل مادي يربط وفاة كايلي بكيسي. وفي الاسبوع الثاني من المحاكمة النيابة العامة تستدعي افراد من عيلة كيسي علشان يقولوا شهادتهم. الجد كان اول شاهد، وفي رده على استجوابهم انكر الاعتداء الجنسي على بنته، وشدت الجدة بان تعليقها على مركز الطوارئ بان عربية كيسي طلع منها ريحة جثة كان مجرد تعبير مجازي. كمان قالت انها اعترفت بتصريحات مبالغ فيها بهدف انها تخلي البوليس يبقى اسرع في الاستجابة، ولكن وسط كل الاحداث دي تدخل المتطوعة. في 30 يونيو استدعى الدفاع واحدة اتطوعت في البحث عن كايلي، واللي قالت انها كانت على علاقة غرامية مع الجد. المتطوعة دي قالت ان الجد قال لها ان وفاة كايلي كانت حادثة خرجت عن السيطرة. وخلال الاستجواب التكميلي سألوها اذا كان الجد قال لها اي حاجة عن وفاة كايلي، وهو كان بيقول الناس انه مش لاقيها، فاجابت بالايجاب. ولما يرجعوا يكملوا تحقيق مع الجد ينفي علاقته بالمتطوعة تماما، وقال انه ما زارهاش غير لما كانت تعبانة. ومع وقت انتهاء المحاكمة يكون تم تقديم 400 قطعة من الأدلة. وقتها يأكد الادعاء اعتقاد الدولة بأن كيسي قتلت كايلي علشان تتخلص من مسؤولية الأمومة، ويتم التشديد على ادعاءات كيسي الكاذبة والريحة اللي طالعة من شنطة عربيتها ورفات الجثة بتاعت كايلي اللي لقوها. كمان تتوصف نظرية الدفاع اللي بتقول إن الحادثة عبارة عن غرق طفلة بأنها نظرية سخيفة، لأنه مفيش حد هيحول حادثة لجريمة قتل، لحد ما يجي يوم 5 يوليو 2011 وتاخد كيسي براءة من التهم المتعلقة بالقتل العمد من الدرجة الأولى، القتل غير العمد المشدد للطفل، إساءة معاملة الأطفال المشددة، ويتم محاكمتها بالتهم اللي ليها علاقة بتقديمها معلومات كاذبة لجهات إنفاذ القانون. بالتالي يتحكم على كيسي بالسجن لمدة سنة وغرامة بقيمة $1000 عن باقي التهم الأربعة اللي عليها، ودي كانت أقصى عقوبة ينص عليها قانون في قضيتها. كمان بما إن كيسي كانت مسجونة من أكتوبر 2008 فيتم احتساب ليها أكتر من 1000 يوم من مدة الحبس الاحتياطي، وبالتالي يتم الإفراج عنها بعد 10 أيام من إصدار الحكم. ولكن هي ليه المحاكمة دي اتشهرت قوي؟ محاكمة كيسي أنتوني هي المحاكمة اللي خدت أكبر تغطية إعلامية واسعة في التاريخ الأمريكي كله. لو مش مدرك لحجم الضجة دي خليني أقولك إن قضية كيسي فضلت موضوع رئيسي لكتير جدا من البرامج الحوارية التلفزيونية، وخليني أقولك إن المحاكمة دي سيطرت على كل محطات الأخبار بتغطيات شاملة، والكل أعلن عن محاكمة كيسي نفسها قبلها بوقت طويل. كمان الحكم اللي اتحاكمت بيه كيسي قلب الدنيا، والناس كلها كانت متضايقة جدا لدرجة إن بعض الناس قارنتها بمحاكمة
سيمبسون، وده كان من حيث ردود الفعل العامة. القضية دي عملت إصلاحيات قانونية على سبيل المثال. بعض الولايات واللي من بينها ولاية فلوريدا عملت قانون لقضية كايلي، واللي بينص على إن عدم بلاغ الوالدين أو الأوصياء عن طفل مفقود في الوقت المناسب هيتعاقب. وبجانب كل ده، غياب الأدلة القاطعة في القضية دي خلى في مجال للقيل والقال، لدرجة إن لحد يومنا ده لسه الآراء منقسمة وبشدة حوالين براءة كيسي. مثلا كان في بعض الناس مؤيدين لبراءة كيسي وبيقولوا إن كايلي بالفعل كانت ضحية حادث، إما إنها غرقت أو أي حادثة تانية. وبعض الناس كمان كانت بتوجه شكوكها ناحية الجد، ولكنه نفى أي دور ليه في وفاة حفيدته. وهكذا ظلت المعركة مستمرة. كمان اللي كان قلب الإعلام كله على كيسي هي شخصيتها، واللي كانت عبارة عن الكذب المستمر والبرود العاطفي وحضورها للحفلات في وقت اختفاء بنتها قبل ما يتم الإبلاغ عن اختفائها، لدرجة إنها بعد صدور الحكم اتلقبت كيسي بلقب الشيطان يرقص. واتوصفت على صحيفة نيويورك بأنها تحولت من قضية جديرة بالنشر إلى واحدة من أكثر القضايا جذبا للمشاهدين في الذاكرة الحديثة، وأطلقت عليها مجلة تايم لقب محاكمة القرن. قول لي رأيك تحت في الكومنتات، هل كيسي مذنبة ولا لأ؟ وبكده انتهت القصة رقم 27 من عالم الإجرام. ما تنساش لايك لو الحلقة عجبتك، شير الحلقة مع غيرك، اشترك وفعل الجرس عشان توصلك كل قصة جديدة في عالم الإجرام.